الجوكر احمد فتوح. فتوح بيتم تجهيزه بقوه للمباريات بدءا من المباراه القادمه امام البنك الاهلي. الراجل مركز معاه بشكل كبير مستر جوزيه جوميز. فتوح هيبقى ليه ادوار كتير في الزمالك الفتره الجايه. الاول ربنا يخلص موضوع على خير والقضيه تنتهي ويركز في الملعب والامور تمشي بشكل جيد. وبنأكد كمان مره رحمه الله على امين الشرطه المتوفي باذن الله. طبعا في قصه فتوح مع امين الشرطه الحمد لله المتوفي واهله انتهت تماما. القصه الان في القضيه اللي اتقال عليه ان هو بيشرب مخدرات او لا، في تحليل او لا، دي هيتحكم فيها الفتره القادمه. ان شاء الله الامور تعدي على خير ويبدا يلتزم وينتظم والدنيا تمشي تمام. مستر جوزيه جوميز بيجهز فتوح ليكون ليه ادوار متعدده خصوصا في وسط الملعب في ظل الازمه اللي بيعاني منها الزمالك في وسط الملعب الفترات الحاليه. دونجا لسه مش جاهز، ممكن يتواجد فتوح بجوار عبد الله السعيد وقدامهم ناصر ماهر، يبقى ثلاثي كورتهم حلوه جدا. الزمالك هيبقى عنده قوه هجوميه في لعب الكوره. دفاعيا الامور ممكن تبقى مش موزونه اكتر حاجه، ولكن عبد الله السعيد الفترات اللي فاتت كتير جدا كان بيلعب مركز 6 جنب دونجا. حتى في الماتشات اللي دونجا مبقاش موجود فيها خصوصا الماتش اللي فات عبد الله السعيد كان بيدافع بشكل كبير جدا. فممكن يحط جنبيه فتوح خصوصا انه باك وعنده شغل دفاعي كبير جدا. ففتوح الزمالك هيستفيد بيه في مركز وسط الملعب بنسبه كبيره جدا، بالاضافه طبعا لوجوده في مركز الباك الشمال. الزمالك الان بيضم واحد من اروع اللعيبه اللي موجودين في المكان في الزمالك. بنتايج ظهر في ماتشين الاهلي وماتش بيراميدز بشكل اكثر من رائع ومكسب كبير جدا للزمالك. فانت ما ينفعش تخسر اتنين لعيبه زي دول. بنتايج ما ينفعش يقعد، وفتوح ايضا بامكانياته وعودته لفورمته ما ينفعش يقعد بنسبه كبيره. فجوزيه جوميز هيستفاد من الاثنين. كنا عملنا فيديو كده من فتره لو تفتكروا، قلت ان في 3 لعيبه في الزمالك حل سحري للمدرب: بنتايج وفتوح ومعاهم حمدي القادم من ام بي اي. ده اللعيب عنده امكانيات مميزه جدا وممكن تستفيد بيه في الملعب في مركز الجناح سواء يمين او شمال، وفي مركز الباك الشمال ايضا، واحيانا على فكره كان بيلعب في نص الملعب هو كمان. فعوده فتوح ان شاء الله تبقى حل سحري ايضا للزمالك. قد نرى فتوح في مباراه البنك الاهلي باذن الله.